مساء الخير. أنا منى وئام، عندي 39 سنة، إن شاء الله 40 يعني على كمان شهرين 3. والحمد لله الحمد لله عملت عملية تكميم من سنة وشهر كده. أخدت القرار، كان أحلى قرار أخدته الحمد لله، إن أنا أعمل عملية التكميم، لأن أنا كنت اوريدي من قبل العملية كنت قعدت فترة مترددة، كنت عمالة بقول طب بلاش، طب هخس لوحدي، والفترة دي زدت فيها 10 كيلو زيادة. ف ومعاهم جالي دهون على الكبد ومقاومة أنسولين، وكنت باخد دوا قلب، وجالي 2 ديسك في ضهري. فلقيت إن قرار العملية كان life saving، إن أنا لازم أدخل آخد القرار ده. والحمد لله ربنا وفقني مع دكتور أحمد المصري، إن أنا واحدة صاحبتي كانت عاملة معاه قبلي، يعني دلوقتي بقالها سنتين، قد إيه قعدت تشكر في دكتور أحمد وفي التيم وفي المتابعة، وفي إنه كل حاجة صغيرة وكبيرة معانا فيها على الجروب بتاع الواتساب. أي سؤال بيبقوا على طول بيسابورت معانا، مفيش حد بيتأخر الحمد لله بجد. فأنا حتى على الجروب اللي على الفيسبوك بتاع دكتور أحمد، أي حد بيدخل يسأل بدخل أرد. الحمد لله اوريدي انا اعرف 4 من لما كانوا بيسالوا، انا ما اعرفهمش، عرفتهم عن طريق جروب احمد على الفيسبوك، وجم عملوا العمليات ودين السنه دي، بخلال ان انا كنت بكلمهم بشجعهم بطمنهم مش اكتر، لان هي فعلا فرقت معايا في نفسيتي وفي شخصيتي واكيد في صحتي. وزي ما دكتور احمد المصري بيقول، عشان تبقى صاحب الحكايه لازم تاخد خطوه ايجابيه، ودي اكتر خطوه ايجابيه اخدتها في حياتي الحمد لله. فانا بجد تجربة ممتنة جدا إن ربنا كرمني بدكتور أحمد وبالتيم بتاعه. أتمنى فعلا إن كل واحد فيكم يكون هو صاحب الحكاية بتاعته، علشان خاطر إن يعني محدش هيساعدك لو أنت ما ساعدتش نفسك، لو حصل إيه في الدنيا. فخليكوا إيجابيين وكونوا صحاب الحكاية.